حكايتنا النهاردة بتبدأ بطفل صغير اسمه كارل ماشي في الشارع وهو لابس لبس الكشافة وماسك بالونة في إيده. فجأة يسمع صوت بنت جاي من بيت مهجور، فيقرر يدخل يشوف فيه إيه. يلاقي بنت لابسة لبس الكشافة زيه بالظبط بتلعب لوحدها، وتزعق له وتقول له المستكشفين بس هم اللي ينفع يدخلوا المكان ده. وبعدها تضحك وتعرفه على نفسها وتقول له إن اسمها إيلي. وفجأة البالونة بتاعته تطير. إيلي تشجعه وتقول له يطلع يجيبها من فوق سطح البيت، بس وهو بيطلع يقع وإيده تتكسر. إيلي تجاري عليه وتطمنه وتحاول تسليه، وتطلع له كتاب المغامرات بتاعها وتقول له أنا نفسي أعيش يوم من الأيام عند شلالات الفردوس. وتبص له وتقول توعدني إنك توديني هناك. كارل يوعدها، وبتعدي السنين وإيلي وكارل بيكبروا ويتجوزوا وبيفضلوا يحوشوا علشان يحققوا حلم إيلي في السفر لشلالات الفردوس. وللأسف كل ما يحوشوا شوية فلوس تحصل حاجة ويضطروا يصرفوها ويكبروا ويعجزوا، والحب ما بينهم بيزيد. وبعدها إيلي بتتعب وتدخل المستشفى وتموت. وفي يوم كارل بيصحى من النوم ويطلع يقعد قدام بيته، وساعتها يبص حواليه ويلاقي كل البيوت اللي حواليه اتهدت وكان بيتبني مشروع مكانها. ويروح ياخد الجوابات من صندوق البريد. وقتها يقرب منه واحد من مهندسين المشروع ويعرض عليه سعر أكبر علشان يبيع البيت، لكن كارل يرفض ويرجع البيت. وبعدها الباب يخبط، ولما يفتح يلاقي طفل لابس لبس الكشافة ويقول له إن اسمه راسل، ويسأله لو محتاج أي مساعدة علشان يقدر ياخد وسام مساعدة الجيران. لكن كارل يرفض. وساعتها راسل يقول له أنا مش ناقصني غير وسام واحد بس علشان أبقى مستكشف أول الطبيعة. وقتها كارل يقول له إن في حيوان بوظ الزرع بتاعه وإنه محتاج حد يساعده يمسكه. وساعتها راسل يفرح جدا ويجري بسرعة يدور على الحيوان. وبعدها كارل يشوف عربية ضخمة بتخبط في صندوق بريده، ويروح يزعق لمهندس المشروع ويضربه بالعصاية وياخد الصندوق ويدخل البيت. وبعدها يستدعوا كارل للمحكمة ويعرف إنه لازم يروح دار مسنين. ولما يرجع بيته يمسك كتاب المغامرات بتاع إيلي ويفضل يقلب فيه ومش قادر يسيب البيت وذكرياتهم سوا. وتاني يوم الصبح ناس من دار المسنين يجوا ياخدوا كارل، وساعتها يطلب منهم يستنوا علشان يودع البيت لآخر مرة. وفجأة البيت كله يطير في الهواء بسبب بلالين كتير وكارل جواه. وساعتها كارل يبص صورة إيلي وهو فرحان إنه أخيرا في طريقه للحلم. وساعتها كارل يستغرب لما يلاقي الباب بيخبط، ولما يفتح يلاقي راسل ماسك في الشباك وهو مرعوب. وبعدها يدخلوا سوا البيت ويفضل راسل يسأل كارل أسئلة كتير. وفجأة تقوم عاصفة قوية تهز البيت جامد ويقع كارل ويغمى عليه. ولما يصحى يلاقي إن راسل قدر يتحكم في الاتجاهات باستخدام جهاز الجي بي اس بتاعه اللي كان ماسكه ووقع من الشباك من غير ما يقصد. وبعدها يلاقوا نفسهم في مكان غريب ويكتشفوا إنهم بعدوا عن المدينة. وساعتها كارل يبص قدامه ويلاقي شلالات الفردوس ويفرح جدا انه وصل بالسهولة دي، ويربط كارل البيت بحبل ويشده في اتجاه الشلالات. وساعتها راسل يكتشف وجود طائر غريب وضخم ويفضل يلعب معاه. وبعدها يلاقوا كلب، والغريب انه كان بيتكلم. وقتها كارل يخاف، لكن الكلب يطمنه ويقول له ان صاحبه اخترع الطوق اللي لابسه وعلشان كده بيقدر يتكلم. وبعدها تظهر مجموعة كلاب لابسين اطواق زي الكلب دوج وبيكونوا بيدوروا على الطائر، ويعرفوا من دوج انه قدر يلاقي الطائر. وبعدها راسل يحاول ينصب خيمة لكن يفشل، ويقول لكارل انه عمره ما قدر ينصب خيمة، خصوصا ان بابا دايما مسافر وانه كان نفسه يحضر حفلة الكشافة معاه. وتاني يوم الصبح يكتشفوا ان الطائر طلع انثى وانها بتجمع اكل لاولادها. وساعتها راسل يخاف لا يحصل لها حاجة قبل ما ترجع لاولادها. وقتها الكلاب يروحوا لصاحبهم دوج ويسألوه عن مكان الطائر، لكن دوج ما يعرفش مكانه. وساعتها ياخدوا راسل من عند دوج ويرجعوا بيه لزعيمهم. وبعدها كارل يكتشف ان زعيم الكلاب هو تشارلز المستكشف اللي كان بيحبه وهو صغير وكان بيتفرج عليه في التلفزيون. وساعتها كارل يفرح جدا ويدخل المعسكر بتاعه وهو مش مصدق نفسه من الفرح. وقتها كارل يقول لتشارلز ان إيلي مراته كانت بتحلم تعيش جنب شلالات الفردوس بسببه وانه حب يحقق لها حلمها. وبعدها تشارلز يحكي له ان طول السنين دي كان بيحاول يمسك الطائر علشان يثبت للناس انه حقيقي. وقتها راسل يقول انه شبه كيفن. وساعتها تشارلز يعرف انهم شافوا الطائر وعارفين مكانه. وبعدها كارل يقول انهم شافوا الطائر لكن ماشي ومش عارفين راح فين. وفجأة الطائر يظهر فوق بيت كارل، وساعتها كارل وراسل يهربوا بسرعة ودوج يساعدهم انهم يهربوا، والطائر ياخدهم على ظهره ويجري بيهم وينقذهم. لكن للأسف الطائر يتعور في رجله. وقتها راسل يساعده ويربط له رجله ويطلب من كارل انهم يساعدوا الطائر كيفن علشان يرجع لأولاده. وبعدها الكلاب ترجع وتحكي لتشارلز اللي حصل وإن دوج ساعدهم يهربوا. وساعتها تشارلز يعرف مكانهم عن طريق الطوق اللي في رقبة دوج. وبعدها كارل وراسل يحاولوا يوصلوا الطائر كيفن لأولاده، لكن تشارلز يظهر فجأة بالمنطقة
المنطاد بتاعه ويرمي عليهم شبكة ويقدر يصطاد الطائر كيفن. وقتها كارل وراسل يحاولوا يساعدوه ويفكوه، لكن تشارلز يولع في بيت كارل والكلاب تخطف الطائر كيفن وتدخله المنطاد. وساعتها كارل يتعصب ويزعق لراسل ويقول له انه هيكمل رحلته لشلالات الفردوس مهما حصل. وبعد ما يوصل راسل يرمي وسام الكشافة على الأرض ويقول أنا خلاص مش عايزه. وساعتها راسل يسيب كارل ويقعد على صخرة بعيد عن البيت. وبعدها كارل يدخل البيت ويقعد لوحده ويفتح كتاب مغامرات إيلي ويكتشف إنها كانت حاطة فيه صورهم سوا، وكمان كاتباله كلام بتشكره فيه على المغامرة اللي عاشوها سوا طول حياتهم، وطالبة منه إنه يكمل مغامرات تانية. وساعتها كارل يتأثر جدا ويبص على أوسمة راسل بتاعة الكشافة ويقرر يطلع يتكلم معاه، لكن يتفاجئ إن راسل أخد شوية بلالين علشان يروح يساعد الطائر كيفن. وقتها كارل يبتدي ينزل عفش البيت علشان يخف ويقدر يطير بيها تاني. وفي نفس الوقت راسل يوصل للمنطاد والكلاب تمسكه وتربطه في كرسي. وساعتها تشارلز يشوف كارل من الشباك وهو بيقرب ببيته من المنطاد. وقتها تشارلز يرمي راسل من الباب وهو مربوط في الكرسي، لكن كارل يلحقه وينقذه. وبعدها كارل يدخل المنطاد ويلاقي كلاب كتير بتحرس الطائر كيفن. وساعتها كارل يرمي كرة صغيرة والكلاب تجري وراها ويستغل الفرصة ويقدر ينقذ الطائر كيفن. وفي نفس اللحظة راسل يكون هيقع من البيت ويمسك في الحبل، وساعتها يشوف قدامه تشارلز ومعه الكلاب وهم بيدمروا البيت، لكن الكلب دوج يقدر ينقذهم ويلف عجلة القيادة. وساعتها الطائر كيفن يقدر يهرب. وبعدها راسل ينجح يتسلق الحبل ويرجع للبيت ويجري لحد ما يوصل لكارل. وساعتها تشارلز يظهر ويضرب عليهم نار، لكن كارل يقدر ينتصر عليه، بس للأسف بيت كارل يطير بعيد عنهم. وبعدها كارل وراسل يوصلوا الطائر كيفن لأولاده ويرجعوا بالمنطاد للمدينة. وبعدها كارل يحضر مع راسل احتفال الكشافة ويديله وسام كبار السن، وكمان الوسام اللي إيلي كانت مدياه له وهم صغيرين. وراسل يفرح جدا وكارل يحضنه. وبعدها يروحوا ياكلوا آيس كريم ويلعبوا سوا ومعاهم الكلب دوج. وراسل يبتدي يعمل كتاب المغامرات الخاص بيهم. وفي الآخر بيت كارل يظهر عند شلالات الفردوس زي ما إيلي كانت بتتمنى. الملخص ده بصوت عامر محمد. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناة فيلم مختصر على يوتيوب. وبس كده، سلام.